لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لهم حاجته وحاجة ابن باظت وحاجة بنت باظت. اقول لك حاجه، هجيب لك الناحيه انت خلينا نموت. كنت هبقى كده انا وعيالي كنت هبقى كده انا وعيالي. منطقة الموت في كفر الشيخ، القنطرة البيضاء. كل البيوت مبنية مكان أرض زراعية، وفوق منها كلهم الضغط العالي. تبقى قاعد في أي وقت تصحى على نصيبة وانفجارات وناس بتموت. كل ده مش لاقيين أي حلول لحد النهاردة. يلا بينا نشوف منطقة الموت في كفر الشيخ. النهاردة احنا هننزل القنطرة في كفر الشيخ. القنطرة البيضاء دي منطقة فيها أكتر من نص مليون بني آدم. البيوت معظمها 60% منها مبنية تحت الضغط العالي، ومع بداية كل صيف لازم يحصل حرايق وناس بتموت وبيوت بتتحرق، ولحد دلوقتي مش لاقيين أي حلول. أنا أحمد محمود شعبان. اللي حصل عندي الحرام امبارح، وزي ما انتم شايفين كده، وغير فوق الناس اللي هدفوه من فوق. دي الحاجة اللي الناس هدفتها من فوق، غير سطوحي مولع، غير شقتي مولعة فوق وشقتي تحت مولعة. ها يعني احمد ربنا واشكر فضله ان انا بره انا وعيالي، اللي انا طلعت بره انا وعيالي. يعني لو انا جوه انا وعيالي كنت هبقى زي الخشب ده، كنت هبقى زي الخشب ده. عزال ابني دي عزال ابن عريس. المسؤولين، الناس المسؤولة، الناس اللي عندهم رحمة ودين، يجوا يشوفوا، يبصوا عليا، يجوا يشوفوني. احنا اصحاب البيت اللي ولع في العنطرة. احنا كنا صاحيين الصبح، رحت جبت فطار عادي زي اي حد وجينا عشان نفطر. لسه بحط الفطار سمحت اكن قنبله اتفرقعت، قنبله فعلا يعني. طلعنا نجروا كلنا في الشارع، فين يا جماعه، في ايه يا جماعه، مين يا جماعه؟ قالوا الحق الحق، ده البيت بتاعكم بيولع تحت الضغط العالي. طلعنا نجري بقى في الشارع ونصوت ونلطم والحقونا، محدش راضي يلحقنا. والمطافي فين وفين على ما جات، على بال ما الحاجه اللي فوق كلها ولعت. الحقونا يا جماعه، اتصلوا بالمطافي يا جماعه، الحقونا يا جماعه، وعمالنا نلطم ونصوت على حد يرن. ولا بقى هم صراحه كانوا بيرنوا مفيش حد بيعبر. كل اللي كان واقف كان عمال يصور، ما كانش شاغل الناس كلها اللي هم يصورهم وينزلوا على النت. ما هو فعلا لازم ينزل على النت، منظر وحش ومحدش يستحمل اللي احنا شفناه ده. وحاجة ابني اتبهدلت، كان لا مؤاخذة عاملة حتة فوق حتة أوضة، حتى فيها معاشي وحتى فيها حاجات بنتي وحاجات ابني وحاجتي. كل ده ضاع ومحدش سأل فين. حاجتنا باظت، المراتب بتاعتنا ولعت، عفش ابني ولع، الدنيا ولعت حوالينا. لا مؤاخذة الدور الأرضي ولع، الدور الأرضي يعني أنا عاملة دورين، الدور الأرضي ولع. السلوك اللي في قلب الفيش واللي في قلب المراوح ولعت، الشاشة ولعت، التلاجة ولعت. مش أنا نايمة في الضلمة امبارح ونايمة في الشارع، أنا نايمة في الشارع امبارح. ازاي قوليلي مكملة وكل ده فيكي حصل؟ يا بلدنا عندها نفسها، يا كل حاجة وعكسها. هترجع الناس تقول لك طب الناس دي ليه اصلا بلد تحت الضغط العالي؟ يا جماعه الناس دي لو باينه غلط من الاول، فهم دلوقتي معظمهم دخل لهم عدادات ميه وكهرباء ونور. يعني انت بتتكلم ان الحكومه لو هي شايفه ان الناس دي من البدايه بانيه في حاجه غلط، فليه بتدخل لهم اصلا عدادات وبتحاسبهم كل شهر على الميه والنور والكهرباء والحاجات دي كلها ما دام هم بيعملوا حاجه غلط؟ فيا ترى مين اللي يتحاسب، الناس ولا المسؤولين؟ ضلفه بحالها، ضلفه الدولاب بحالها ما كانتش ده مفرش بعلبته، ده مفرش بعلبته اهو، ده مفرش بعلبته ساح اهو، بعلبته اهو، مفرش اهو، بطانيه اهي. يعني انا ابويا لما كانش يتصل عليا كنت انا هبقى كده انا وعيالي كنت هبقى
كنت هبقى كده نوع عيالي. هبقى في سنه طول الصيف بيوت بتولع. البيت اللي قدام حضرتك ده برضه كان والع وواحد واخد مننا واخد عيل فيه برضه. البيت ده واخد عيل والبيت اللي في بعد ظهرنا اذنك برضه البيت ده واخد عيل والبيت اللي ورا واخد واحده ست. يعني فاضل شلاحنا بقى اللي هيتاخد من عندنا حاجه تعيين بس يا بلاسرا كده بقى. يعني ايه الشقه دي او البيت كله ممكن يتاخد منه واحد. البيوت دي كلها اللي قصادنا اتاخد منه واللي ورانا اتاخد منه واللي قدامنا اتاخد منه قبل كده. ولادها وجوزها كانوا نايمين هنا. كان زمانهم بقوا فحمه. طول الصيف كان زمانهم بقوا فحمه وكفن. يعني احنا واخدين خط ارضي في الكهرباء عشان لا قدر الله يوم ما يحصل حاجه بيتنا ما يتاذيش، ما تبقيش الاذيه دي. يعني انا لولا مكالمه ابويا ليا كنت هبقى رماد كده انا وعيالي. راح السند اللي مقويني وبتحمى فيه، مكسور داري واحساس عمري ما حسيت بيه. يعني ده ايه؟ قول لي بس ده يرضي مين بس؟ طب وبعد الولعه دي كلها ايه اللي هيحصل؟ هيسيبونا برضو وكل يوم حد هيولع وحد هيموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمود ابن الحاج أحمد محمود شعبان، صاحب واقع التيار الكهربائي لمدة تاني يوم على التوالي. كان في قبلها في شارع السلام حادثة، وامبارح كانت في حادثة وإحنا كنا عايشين كابوس امبارح. يعني من منظر ما كنتش متخيل إن أنا في الواقع وكده، من كتر النار ومن كتر الحاجات ديت. كل اللي عايز أوصله بس إن إحنا معرضين للخطر في أي وقت. ولما الناس جت امبارح كل اللي كان جاي كان بيقول لي اهدى وكله هيبقى تمام وبس صلي على النبي وما اعرفش. بس انا او احنا بنصلي على النبي تمام، بس انا برضو عايز اشوف حل الموضوع ده. لما انا اطلع عزالي يعني دهنه ومطلعه فوق عشان يدهن، ينزل لي بالطريقه ديت، الشباك ينزل بالطريقه ديت، حاجات دولاب تنزل بالطريقه ديت. طب انا ايه ذنبي؟ طيب انا ايه ذنبي في حته ان شركه الكهرباء بتعمل صيانه وتتسبب في كل الحاجات ديت وتبوظ لي الحاجه اللي انا كنت بلم الجنيه بالجنيه عشان اجيبها تمام. يحصل كل ده من اول القنطره لحد اخرها. دلوقتي حادثه على اول قنطره بره وحادثه في اخر القنطره، يعني القنطره كلها مهدده بالخطر، وتحتنا غاز طبيعي والدنيا بايظه هنا تمام. فكل اللي انا اقدر اقوله ان احنا عايزين بس حد مسؤولين يهتم بالمساله شويه ويبدا يشوف لنا حل. الناس اللي بتقول انتوا ليه تبنوا تحت السلك ومش ليه تبنوا تحت السلك، انا عايز اقول لكم حاجه. لو كانوا وقفوا اول واحد حط طوبه تحت السلك وقال له ممنوع البناء، عمرنا ما كنا هنيجي نبني. وبعدين احنا بنينا تحت السلك ليه بقى الحكومه وليه الناس دي تعترف بينا كمنطقه سكنيه وتدخل لنا عدادات وتدخل لنا ميه وندفع لها فلوس كل شهر، وفي الاخر ما فيش بيئه كويسه للبني ادم يعيش فيها. بطالب حد من المسؤولين يهتم بموضوع الشباب بأدق تفاصيله، هيلاقي ان احنا اكتر ناس مضرورين في الموضوع واكتر ناس اتأذينا في الموضوع، وهم لله حال من تنادي. وانا اتمنى ان حد يهتم والناس دي كلها يعني تبقى مهتمه بالموضوع ده، لان في ممكن في يوم من الايام اصحى احنا بنخش ننام على السرير وربنا خايفين. يعني احنا بيتنا في البيت النهارده انا نايم على السرير وخايف اصحى على كابوس تاني ان البيت اكتر من الاول، وتبقى حاجه يعني مش عارف اتكلم ومش ناقدر اتكلم لان اللي انا مريت بيه امبارح. مفيش حد يمر بيه والحمد لله حاجه لحد كده. اتمنى ان حد يهتم بالمسؤوليه عليا.